السلام عليكم، وكي راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم جيتكم بملاحات قراف شابين وقراف بنان. جربوهم معايا ونبداو ان شاء الله على بركه الله. الحاجه الاولى كيس حليب دافي، زيدي معاها مغرف كبيره نتاع السكر ومغرف كبيره خميره الخبز، خلطي كلشي مع بعض. زيدي معاهم بياض بيضه، ربع كاس تاع الزيت، الملح حسب الذوق، خلطي كلشي مع بعض ونقعدو نضيفو الفرينه. اكيد الفرينه بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تتلاصق في اليد. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. هنايا ضفت مغرف كبيره نتاع زبده، نحاول الزبده ندخلوها في العجينه ونخلي العجينه ترتاح بلا ما وجدنا الحشو نتاعنا. وهنا بعد ما خمرت قسمت العجينه نتاعنا ل3 كريات وبديت نحل في العجينه نتاعنا كيما راكم تشوفوا معايا. جبت بابي كويسون ويليق في هذه المرحله. ديري البابي كويسون باسكو هو اللي راح يعاونك بزاف في هذه العمليه. حليت العجينه بهذا الشكل. كنت موجده لاصوص طوماط، درت شويه تاع فريت، تاني فخوماج رابي وشويه تاع طون. وطويت العجينه نتاعنا وغلقت الحواف مليح باش ما يخرج لناش الحشو. ابليكيت لاصوص طوماط من الفوق، درت تاني فخوماج رابي وقطعتها بهذا الشكل وبديت نحل في العجينه دوزيام. وكانت تاني نفس الطريقه كيما خدمت في العجينه الاولى. انا طويت تاني العجينه ونغلق الحواف. هنايا درت صفار بيض من الفوق ورشيت عليها شويه تاع جنجلان ودرتهم في البلا ودخلتهم يطيبوا. هنا العجينه هذيك الثالثه ولدي دوموندا مني ميني بيتزا، ما خليتها له شي خاطرو، درت له حبيبات فرحته بهم. وهنا بعد ما طابوا المملحات تاعنا والله غير خرجوا بزاف بنان وبزاف شابين وبزاف خفاف. ننصحكم انكم تجربوهم وفي اقرب وقت وردوا لي الخبر في التعليقات. ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم. الى عجبكم الفيديو جامو كومنتير، بارطاجيو مع صحابتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.